اهلا بكل محبي الكوره والدوري الانجليزي والفانتسي بالتحديد اللي بيتابعونا من كل مكان. معاكم احمد، وللاسف مش معايا سلمى. بتهيألي اللي متابعينا عارفين الظروف اللي حصلت والايام الصعبه اللي سلمى وان احنا الاتنين بنمر بيها، فهي بتعتذر لكم وانا بعتذر لكم بالنيابه عنها. ويعني ادعوا لها وادعوا لنا الفتره الصعبه يتعدي على خير، واللي حابب يساعد هيلاقي كل اللينكات اللي تقدر تساعدنا بيها في الانستجرام بتاع سلمى او عندي، او ممكن احاول اسيب لكم في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. ما اكدبش عليك، المود العام عامة مش مساعد الواحد ان هو يصور ويتكلم في الفانتسي والاحداث اللي بتحصل في الشرق الاوسط يعني اللي بيحصل في العالم وانتوا اكيد عارفينه. تقيل على قلب الواحد، بيخلي الواحد مش عارف مش عارف يفرح بصراحة بمنتهى الامانة. يعني الواحد شايل الهم غصب عنك كده، شايل الهم. يعني بس في الاخر الواحد وعدكم ان هو يعمل حلقات الفانتسي لغايه اخر الموسم باذن الله. ويعني لو انت زي حالاتي في الاخر، برغم كل اللي بيحصل ده، وقت ما بيجي الديدلاين ووقت ما بتبدا الماتشات يوم السبت، الواحد برضو بيحن وبيرجع يتفرج وبيرجع يتفاعل ويتحمس على الاقل كام ساعه تهون على الواحد الظروف الصعبه اللي هو بيعدي بيها واللي كلنا بنعدي بيها الفتره دي. فلو انت من الناس اللي لسه مكمله في الفانتسي ولسه متابع ولسه بتحاول وبتعافر، ارجوك تعمل لايك وشير وسبسكرايب، بتاع الجرس تبقاش حتى اول ما بننزلها. ويلا بينا نخش في التقيل. طب انا ما اكذبش عليك، الحلقه النهارده مش هتكون طويله. ليه؟ لان احنا في فتره من الموسم سخيفه. عارف كل فتره في الدوري عامه وفي الموسم بيطلع فترات كده ايه، فتره فرق كتيره ماتشاتها حلوه فانت بتجري تجيب منهم لعيبه، فتره فرق متالقه قوي فانت لازم تيجي تلحق تجيب منها لعيبه. الفتره اللي احنا فيها دي بجد غريبه جدا ومش مفهومه، لان الفرق اللي عندها ماتشات حلوه ما بيلعبوش كويس، والفرق اللي بيلعبوا كويس هتبلانك، وعايز تحوش كروتك للفتره الحلوه اللي هتبدا بالاسبوع 33، بس في نفس الوقت مش عارف تعمل ايه في الاسابيع اللي انت فيها دلوقتي حالا دي. فبجد الموضوع محير. كل اسبوع عندي ترانسفيرز بالهبل عايز اعملها، بس في الاخر برجع وبرول الترانسفير اصلا، مش بعمل اي حاجه خالص واقول تعالى نشوف اللي هيحصل في الاسبوع ده. انا بالنسبه لي ماشي اخر مثلا اخر 4-5 اسابيع بين ال 100,000 وال 200,000، اطلع اسبوع وانزل اسبوع، اطلع اسبوع وانزل اسبوع. الموضوع بايخ الصراحه، لان كنت عايز اغوط شويه في ال 100,000 بس لسه مش ماشيه معايا. الاسبوع اللي فات جبت 47 نقطه، الافرج كان حاجه و50، فتعتبر طبعا تخيشه مش لذيذه. نزلت من ال 100 وحاجه لل 230 تقريبا، عشان الاسبوع اللي قبليه كنت عملت كويس قوي. وده الحال بقى، ده الحال اللي انا ماشي عليه، اسبوع حلو اسبوع وحش. Sometimes may be good, sometimes may be shit. وطبعا زي ما انت عارف المفروض في فرق هتبلانك الاسبوع ال 31، وفي فرق المفروض برضو هتدبل ال 33. دي الفرق اللي هي مكمله في الكاس وهتوصل للدور اللي هو السيمي فاينل، اللي منهم بنسبه كبيره قوي تشيلسي وارسنال، لان هم هيلعبوا فرق سهله قوي في دوري في الكاس ولا ايه. سيتي وليفربول هيلعبوا بعض، فحد منهم هو اللي هيكمل معانا في موضوع الدبلات والبلانكات دي. برضو في ليدز لسه مكمله، فالموضوع لسه مش واضح قوي، بس بنسبه كبيره ارسنال وتشيلسي ممكن يقعوا في حته الدبل والبلانك اللي ورا بعض دول. واللي حيرك اكتر بقى كمان ان قال لك لا، طب ده ممكن لو تشيلسي خرج من الشامبيونز ليج ما يحصل لهمش الحوار ده وماتشاته تمشي عادي. فالموضوع ملخبط قوي. اللي معاه وايلد كارد المفروض يكون مستريح. ليه؟ لانه خلاص مش فارق معاه يعرف من بدري. هو كده كده لو زي حالاتي مثلا انا هفعل الوايلد كارد مثلا في الاسبوع 32، فعلى ما يجي وقتها اكون شفت مين اللي عنده دبل ابدا احطه في فريقي، ولو هيبلانك بعديها اروح اعمل الفري هيت. ده طبعا اللي لسه معاه الدبل الوايلد كارد والفري هيت كمان. اللي معهوش بقى لازم يحاول يوفق ويراهن مثلا ان ارسنال ازود منهم بعد البلانك، او لو هو عندي لعيبه بينهم دلوقتي ما بيعهمش قوي، او اسيب منهم واحد او اتنين بحيث انا هرجع اشتري واحد تالت مثلا عليهم كمان اسبوعين. وطبعا كل ده هيوضح اكتر كل ما نغوط اكتر في الكاس وكل ما نغوط اكتر في الشامبيونز ليج. فخليك متابع عشان اقول لك اول باول، عشان الموضوع لسه مش واضح صدقني. بس الاكيد ان عندك ارسنال، سيتي، وولفرهامبتون، كريستال بالاس، دول 100% هيبلانكوا في الاسبوع ال 31، فلازم تكون عامل حسابك على ده من دلوقتي.
وتعالى بقى نخش مع بعض كده في ايه اللي نقدر نعمله في ايدينا دلوقتي، وايه الفرق اللي ماتشاتها حلوه نحاول نستغل منها اي نقط الفتره دي لغايه ما نعدي الفتره اللي مش واضحه، وهتبدا بعدها يوضح حاجات اكتر. هيبدا بقى يبان مين اللي بينافس، مين اللي ناوي يمسك فورمه. كل الكلام ده هيبدا يبان معانا في الفتره اللي جايه، بس حاليا الموضوع فعلا ملخبط جدا. بص يا سيدي، مبدئيا كده انت عندك فريقين ماتشاتهم حلوه، لعبتهم رخيصه، ممكن تحاول تبضع منهم. هم بالنسبه لي برنتفورد وبورموث. همسك برنتفورد الاول لان ايجور تياجو بالنسبه لي لازم يبقى عندك. الراجل مهاجم هايل مع ضربات جزاء، رخيص مش هيبلانك، وماتشاته كمان حلوه، فبتهيألي من افضل الخيارات اللي ممكن تبقى عندك في الفريق. وهو الموسم ده بتاعه زي ما قلت لكم من فتره كبيره، لو فاكرين كريس وود الموسم اللي فات، ده موسم ايجور تياجو. فلو مش عندك حاول باي طريقه لازم تشتري اللعيب ده. مين كمان من برنتفورد؟ عندك اوتارا وعندك كمان عم شاده، الاثنين هايلين في نص الملعب، رخاص. المفروض ان دقايقهم بقت خلاص الدنيا ثابته، ورجعوا من الاصابات ومن الوقف وكل اللي عندهم ده، فبرضه دي اوبشنز حلوه في نص الملعب تحاول تستغل منها في الفتره اللي هم ماشيين فيها كويس وماتشاتهم سهله. الناحيه الثانيه عندك بورموث. بورموث طبعا كله عنده يا اما سينيسي يا اما هيل. انا للاسف ولا عندي ولا ده ولا ده، بس عايز اشتري حد فيهم. بالنسبه لي هيل الاوقع لانه ارخص بكتير قوي، فمش هصرف فلوس كتيره، وفي الاخر بيطلع بالكلين شيت لو هيجيبوها، بالديفensive كونتريبيوشنز برضو بيجيب منها كتير، واوفر لي مليون جنيه. وانا في الفلوس حاليا الدنيا مش مريحه معايا قوي، فهميل لهيل. بس لو معاك فلوس روح للسينيسي، لان السينيسي عنده حته الاتاكينج ريتيرنز، حته البونص اعلى شويه بحكم السعر بقى، ايه بتفهمش، بس هو برضو ايه يعتبر العمود الفقري في الدفاع في الاول وفي الاخر. المهاجمين انا عجبني تافانير قوي لما رجع والحلقه اللي فاتت قلت لكم قبل الاسبوعين 28 و 29 اللي لسه راجع من اصابه، مش هتوقع ان هو يلعب الماتشين. الراجل لعب الماتشين وريح اول الفتره اللي فاتت دي. فبالنسبه لي تافانير اولا هو رقم واحد في ضربات الجزاء، الراجل هايل بيعمل ديفensive كونتريبيوشنز ودي حاجه حلوه قوي. طبعا اتاك ريتيرنز عندك كويسه. والماتش اللي فات على فكره هو مش كان قريب عادي، كان قريب جدا جدا جدا، يعني حظه وحش قوي اللي ران عليه، لان هو فعلا كان المفروض يعمل اكتر من كده بكتير. كان ليه ضربه جزاء هو اللي وقع فيها، المفروض ياخدها ويلعبها، ما اتحسبتش. جات له كوره جنب العارضه بمليمترات، فالراجل عاجبني قوي قوي قوي. برضه راين راين تقريبا اسمه راين، الراجل البرازيلي ده برضه كويس قوي، يعني ما عملش حاجه في اخر اسبوعين، بس اول ما جه كان مولع الدنيا. معرفش بقى يعني دول الماتشين دول اللي هم الهفوه وهيرجع يفوق تاني، ولا البدايه الحلوه كانت هي اللي هفوه ويعني ايه مش قد كده. بس انا لما اتفرج عليه الاي تيست الواد كويس الصراحه، بس هميل للتافانير لان هو برده بسعره 5 بوينت حاجه، فالراجل مش غالي، فانا هروح للي ضامن مكانه اكتر واللي معاه ضربات جزاء. فانيلسون وكروبي جونيور الاثنين بقى ايه بداوا ده يلعب شويه وده يلعب شويه، وده يلعب 60 دقيقه ويطلع بدري، لخبطين شويه، فمش عايز اميل لحد مش ضامن ضايق، وبفتره اصلا فيها بلانكات وايه نوش، فخليني مع الايه ضامن مكانه اكتر. نمسك بعد كده ليفربول، وهو ده بالحرف اللي ينطبق على فريق ماتشاته حلوه بس هو مش ماشي كويس. وانا ارجع في كلامي الاسبوع اللي فات لما قلت ممكن تبقى فكره حلوه ان انت تبيع هالاند وتراهن على صلاح، بحكم ان هالاند عنده ماتش ويست هام بس بعديها عنده بلانك وممكن توفر الفلوس دي وبتاع. بصراحه صلاح مش يعني، انا قلت لك اصلا انا نفسي مش كنت شران عليه لان ما شفتش منه حاجه ادفع فيها الفلوس دي كلها. وبصراحه اكد ده في ماتش الدوري، اكد ده في ماتش الشامبيونز ليج. الفريق مش بيلعب على صلاح، مش بيخدم مميزات صلاح، فبالنسبه لي لا مش هراهن على صلاح الفتره دي الصراحه. اللي ممكن اراهن عليه ولازم تراهن عليه هو اكيتيكي، الراجل فورمه كويسه. بص ليفربول كلها مش حلوه بس ماتشاتهم حلوه، وده كمان كان الماتش اللي قبل اللي فات اللي هو 28 قلت لك ماتش كان تقريبا على ما اذكر كان مين يا ربي، كان ويست هام تقريبا اللي كسبوه 5. وتاك ماتش زي ده لو فتحت مع كيتيكي هتفتح بالجامد، وفعلا في الماتش ده جاب جون واسيستين تقريبا وبونص وولع الدنيا. فده توقعي مع الماتشات السهله لكيتيكي ان هو خطر. وقع في الفورم شويه بس هيجيب تاني، من ان الماتشات مش صعبه وهم بينافسوا على حاجه، يعني مش الدوري بس خلاص مش فارق معاهم وهم ضامنين في التوب فور، لا ده هم بينافسوا على التوب فور والمنافسه سخنه جدا، فما زال عندهم حاجه يلعبوا عليها. فانا ممكن اروح لاكيد، وما اعتقدش ان ارن سلوت هيريحه عشان الشامبيونز ليج، عشان هو ما ينفعش يضيع نقط في الدوري. الموضوع ممكن يبدا بيه لو كسبانين يطلعوا، لكن ما يبداش بيه انا شايفها صعبه قوي، لان هو مش ضامن يكسب الشامبيونز ليج، لكن هو لازم يخش توب 4 او 5 في الدوري السنه دي، لان هيبقى مسخره لو الكسبان الدوري ما دخلهاش السنه دي، بجد منظرها وحش قوي. فما اعتقدش ان هو هيريسك الدوري قوي.
وصل بالنسبه لي مازال في السعر الحنين في نص الملعب كويس وضامن مكانه، ولو صلاح بتبدل بدري ولا حاجه وجت ضربه جزاء هو اللي هيلعبها بنسبه كبيره، مع فاولات مع كورنرات. فلو رفع واحده لفان دايك كوناتي بتاع حد لحقها قطشها في الجون، فسبوسلاي معاك وبيجيب ديفensive كونتريبيوشنز لو لعب رايت باك كمان، فبيلحقك بنقط من كذا طريقه. فبالنسبه لي مش اوبشن واو مغري، بس اوبشن معقول ولذيذ جدا. الباقيين كلهم بقى الصراحه بالنسبه لي مش يعني ماكاليستر على جاكبو كل ده بالنسبه لي مش ما ياكلش عيش، فمش هميل معاهم. والدفاع فان دايك تمام، بس برضه بيلبسوا جوان من غير اي لازمه في ماتشات ما لهاش اي معنى، زي ماتش وولفرهامبتون اللي متوقعنا فيه كلين شيت سهله ما جابهاش الحمد لله. فالماتش اللي قبليه جاب جون ولا الماتش ده غالبا هو اللي جاب فيه جون، فعوضك، بس مش مضمون الموضوع ده كل مره. بس في الاخر في ضمن الاختيارات اللي عندنا فان دايك من افضلهم، فالوحيد اللي ممكن اميل عليه. بعد كده نيجي تشيلسي اللي منكدين عليا، ومعرفش الناس ما اعتقدش ان حد اتفرج على ماتش تشيلسي وباريس قوي، ممكن يكون حد شاف الهايلايتس، بس بجد الماتش كان حلو جدا لغايه الدقيقه مثلا 70، لغايه ما اخونا يورجنسن قرر يهدي باريس سان جيرمان هدف من ولا لازمه. جه بعديها ليام روسينيا راح منكد عليها بتغييرات ازفت، مطلع بالمر وجو بيدرو مع بعض وانت خسران. حاجه بجد 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 انا بعاني مع تشيلسي. والاسبوع ده الصراحه يا جماعه بالنسبه لي كان تشيلسي خسر 5-2، برشلونه تعادل بالعافيه، حتى الزمالك خسر كمان من انبي. فبالنسبه لي اسبوع كروي بجد تقيل على قلبي قوي 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 يعني، بس الحمد لله ادينا راضيين وماشيين. لكن تشيلسي انا قلت لك من اسبوعين ثلاثه انا مش عايز اراهن على حد غير جواو بيدرو هو الوحيد اللي ممكن اراهن عليه، لان هو عاجبني قوي وفعلا الصراحه الراجل مخيبش، دخل جاب هاتريك وتقريبا كمان اسيست وطبعا بونص، فولع الدنيا. والناس اللي عندها جواو بيدرو كانوا الشاهد، انا للاسف ما كنتش واحد منهم، بس انا اصلا مش عايز اشتري حد منهم، عشان لما بشتري حد من تشيلسي بنحسهم غالبا، فانا اصلا سايبهم يمشوا زي ما هم كده بعيد عني وابقى انا بعيد عنهم عشان ما نفقرش بعض. لكن جواو بيدرو الوحيد اللي ممكن لسه تراهن عليه من تشيلسي، مع اني مش متوقع تشيلسي هيكونوا كويسين الصراحه. بيكونوا افضل في الماتشات الكبيره، بس ليام روسينيا ده برضه ساعات واضح ان هو بيطلع بقرارات برضه مش افضل حاجه، بتوحش الفريق مش بتحسنه، فالموضوع مش مفهوم. بس جواو بيدرو ماسك فورمه حلوه، اعتقد هو الاساسي، جايز يطلع بدري شويه ينزل ديلاب، بس هو طبعا بالتاكيد راكب المركز ده عن ديلاب بكتير. بالمر بدا يبقى احسن، بس يعني غالي قوي، بس لو انت مثلا هتبيع هالاند ممكن تفكر فيه، بس انا مش هراهن عليه بالفلوس دي الصراحه. اما بالنسبه لدفاعهم لا، انا مش شايف ان انت تراهن على دفاع تشيلسي خالص. الدفاع بجد من ساعه ما المدرب ده جه مفيش، يعني كسبنا خسرنا كده كده بنلبس اجوان، الموضوع صعب قوي، هو اصلا مش عارف هيلاعب اي حارس فيهم. انا عندي سانشيز واتخزوقت الاسبوع اللي فات ونزل دوبرافكا من حيث لا تدري، فجاه كده سانشيز في التشكيله ما اعرفش ليه، ويعني الراجل اتعاقب عليها في دوري الابطال اهو، فما اعرفش هيرجع يلعب ولا لا، بس الدفاع عامه كله مش افضل حاجه خالص. اما بالنسبه لليونايتد فبتهيألي برونو لازم يبقى عندك، الراجل برده مازال هايل، اسيستات، ضربات جزاء، ممكن يكون هنا ولا هنا، فالراجل بتهيألي من افضل الخيارات اللي عندك دلوقتي، لازم يكون عندك في الفريق. انا قلت لك الاسبوع اللي فات سيسكو هيبدا وهتلاقي مبويمو على اليمين وكونيا على الشمال، وده اللي حصل بالفعل. ديالو هو اللي ما شاركش معانا. انا شايف ان يعني بعد برونو لسه مش قادر اميل لسيسكو قوي، ممكن اميل لمبويمو شويه، بس هفضل مع برونو مبدئيا دلوقتي لغايه، لان هم برده ماتشاتهم مش منفجرين، مش بيلعبوا حلو قوي، فعارف مش عايز اكتر منهم لان لسه ما مسكوش فورمه، جايز لو مسكوا فورمه الخيارات تبقى احلى وتلمع في عينك، لكن حاليا بالنسبه لي برونو حلو قوي على كده. نخش على السيتي واللي اترقعوا في الشامبيونز ليج، حاجه غير متوقعه الصراحه، انا ما صدقتش نفسي، كنت بتفرج على ماتش تشيلسي طبعا بس كنت متابع، موضوع غريب جدا. لكن انا سيمينيو عندي بقالي فتره الصراحه، الراجل يعني ما اقدرش اي جنبه، يعني الراجل الصراحه كل ماتش بيجيب لك جون على الاقل، جون وبونص، الراجل ماشي حلو قوي. طبعا المشكله اللي ما عندوش سيمينيو صعب تروح تراهن عليه لان هو هيبلانك كمان جوله، فالموضوع صعب قوي، لكن اللي عنده يخليه على الاقل الجوله دي مش هتخسر حاجه، عندهم ماتش سهل حتى لو لعب في الشامبيونز ليج، يعني ما جايز يريح بصراحه، ما اكذبش عليك جايز يريح، بس يعني صعب تبيعه برضو. هالاند اعتقد ان هو هيلعب لانه كان بقاله فتره ما بيلعبش، فبالتالي محتاج ياخد دقايق ويلعب اكتر ويسخن اكتر معانا، لان الموضوع بقى بجد دمه تقيل قوي على الواحد. انا عن نفسي هخلي هالاند مش هبيعه الاسبوع الجاي، ما اعرفش هعمل فيه لسه، لكن الاسبوع ده بالتاكيد هسيبه عشان متوقع ان هو هيلعب، متوقع ان هو لازم يعمل حاجه ويفوق لماتش الشامبيونز ليج اللي هيبقى صعب قوي 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 الموسم، يعني الاسبوع اللي جاي ولا ايه. بالنسبه للكابتنه تاني هالاند هيبقى اوبشن مش وحش، تاني برونو برضه هيبقى اوبشن مش وحش، اللي لسه عنده ساكا ممكن يفكر فيه.
حد ديفرنشال ممكن يروح لايجور تياجو. ايجور تياجو الصراحه هيلعب تقريبا وولفز، ده بتهيألي ماتش لذيذ قوي لو جاته ضربه جزاء على جون، ده جاب حته جون هبش في الكاس يعني. هو بص هو حظه ماشي، فالراجل ده ممكن تريسك عليه عادي جدا يعني. بس كده يا جماعه، انا عارف الحلقه النهارده كانت قصيره مش طويله، لكن اللي بيحصل عامه في الفانسي اليومين دول مش كتير. الدنيا متلمه شويه اليومين دول في الفانسي، ما تفهمش ليه. جايز الاسبوع ده عرفنا حاجات اكتر، وتبقى الحلقه الجايه فيها كلام اكتر بكتير باذن الله. لكن لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك شير وسبسكرايب، تعمل جرس عشان حاجات اول بننزلها. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله.